تشكيلة نادي الزمالك اللي هيلعب بها النهارده امام النادي الاهلي في مباراة القمة. في الفيديو اللي قبل ده انا عامل لك فيه تشكيلة النادي الاهلي، تابعني وخش شوف الفيديو. هنبدا الاول بحراسة المرمى مع نادي الزمالك، هيلعب بمحمد صبحي، هو ده الحارس اللي جاهز مع نادي الزمالك. هيلعب في الجهة اليمنى بعمر جابر، اللاعب الجاهز واللاعب دايما اللي بيكون عليه ضغط في مباراة القمة امام النادي الاهلي. وفي الجهة اليسرى هيلعب بمحمود بن تايج لاعب نادي الزمالك اللاعب العالمي. وثنائي الدفاع هيكون عندنا حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، عشان التناغم اللي بينهم، اللاعبين بينهم وبين بعض تناغم عالي. هنروح على طول على نص الملعب، هيلعب في نص الملعب بدونجا وعبد الله السعيد، وهيكون امام منهم ناصر ماهر. ناصر ماهر لاعب كبير جدا جدا، امهر لاعب في نادي الزمالك في الفتره الحاليه، فنادي الزمالك هيكون معتمد عليه بشكل كبير، هو والعالمي عبد الله السعيد، كفايه بس يكون موجود في الملعب. هنروح على طول على الهجوم، هيلعب في الجهه اليسرى بشيكو بنزا. شيكو بنزا اللي ما كانش راضي يلعب هيلعب النهارده مع نادي الزمالك، وهو لاعب كويس جدا. وفي الجهه اليمين عندنا البرازيلي خوال الفينا، لاعب كبير جدا جدا ولاعب موهوب. وفي الهجوم مفيش غيره عدي الدباغ. دي تشكيله نادي الزمالك. لو انت عندك كلام تاني اكتب لي في التعليقات، وما تنساش الفيديو اللي قبل ده فيه تشكيله النادي الاهلي، وما تنساش المتابعه وكوره مع السيد. ومباراه القمه هتكون في مساء اليوم في تمام الساعه 8 مساء.